السلام عليكم ورحمة الله. تحاول تشيل البذر، اهم حاجه اشفي بذر عشان ما يمرش المربى. هتيجي كده من ورا كده وتفتحي بسهوله، سهله خالص اهي. ان شاء الله البذر ظهر لك وهتشيلها على طول. انا عامله دول بس سبت 2 بس عشان اعرفكم تشيلوا البذر ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده البذر ظهر لك كده خلاص. ناخد الحاجات الحلوه بتاعتنا دي كلها، بس اطلع كده فيها ميه او حله. احط بقى البرتقال، انا دي كمان بس بقى كده نحطها. نسلق كل الحاجات دي كده في ميه، نحطها على النار. نسلق الجزر، نسلق بقى البرتقال كده باليوسفندي، القشر اليوسفندي، احطه على النار بس كده، وهشوفه بقى وهرجع لكم تاني واوريكم على النار لحد ما اطفي عليه. كده خلاص الجزر اهو هطفي عليه، خد 3/4 سوا ونشف من الميه اللي فيه خالص. عايزه اوريكم بس كده الجزر، تضغطوا عليه كده تحس ان هي خلاص اهي طرت قدام طرت.
واتكسرت بسهوله تحت ايديكم وطريه. يبقى كده خدت 3/4 سوا. هنطفي عليها بقى عشان لسه هتكمل سوا كمان مع عصير البرتقال والسكر اللي هنحطه عليها. هوريكم كمان البرتقال واللوسفند اللي احنا سلقناه مع بعضه. ده كده خلاص اهوت البرتقال واللوسفند والقشر اليوسفند خلاص استوى اهوت. اللي احنا هنضربه بقى مع بعض في الخلاط، وده هيبقى العصير بتاع الجزر النهارده. بدل ما نحط بقى ميه، لا هنحط عصير البرتقال ده بالقشر اليوسفندي بالحاجات الحلوه اللي فيه ديت. كده خلاص اهوت السكر داب مع الجزر بقى والعصير اللي احنا حطيناه. انا خلاص بقى هسيبها بقى كده خلاص مع نفسها. خليت النار وسط، هي بدات تغلي، خليت النار وسط عليها. وهغطيها، بس مش هغطي الحله كامله كده بالغطا، لا انا هغطي نص تغطيه كده زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان الهواء بس البخار وكله يطلع من الغطا، ما ينزلش كله في الجزر تاني ويعمل ميه تاني ويأخر ان هي تقعد وقت طويل عما تستوي. انما كده مش هتطول كتير طالما انت بتطلع منها البخار. وهرجع تاني بقى قبل ما نطفي عليها. هنحط بقى المنكهات ونحط عصير الليمون. هوريكم ان شاء الله الشكل النهائي بقى بتاعها ان شاء الله. وقبل ما احط اي حاجه هوريها لكم. كده اهوت المربى بسم الله ما شاء الله خلاص قدامها كده يجي ربع ساعه كده او 10 دقايق كده بنطفي عليها. احنا مش عايزينها تنشف خالص من الميه، لان لما تبرد طبعا لازم نسيب فيها كده شويه ميه صغيرين هيبقى مع الجزر ان شاء الله. سلمى بقى ان شاء الله هتحطوا معاك بشر البرتقال. يا سلمى يلا. ده بشر البرتقال اهو يا جماعه. القرنفل حط كده 4 حبات قرنفل كده. خلاص يا سلمى كفايه. وهنحط معاكم عصير الليمون. بسم الله سمي الله يا سلمى. بسم الله. وسلمى هتقلب معاكم بقى المربى كده هنشوف شكلها. بسم الله الرحمن الرحيم. بكده سلمى النهارده عملت لكم مربى الجزر. مش كده يا سلمى؟ ايوه. هنسيبها بقى كده سلمى بتقلب فيها شويه، وهنسيبها بقى كده شويه كده ربع ساعه ونطفي عليها. ونوريكم بقى بعد ما نعبيها في البرطمانات ان شاء الله هيبقى الشكل ازاي، ونقول لكم تعملوا ايه في البرطمانات. المربى بتاعتنا بعد ما خلصت انا حبيت اسيب فيها شويه سائل كده عشان لما تبرد، بس السائل ده طبعا كله ده هيجمد. فمش عايزه المربى تبقى تقيله قوي كده وناشفه، عايزه بقى فيها يبقى سائل خفيف بالشكل ده كده. اهم حاجه ان انت تعبيها بس في برطمانات تكون متعقمه، بتعبيها وهي سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا كده هعبي قدامكم كده، انا هعبيها كده في برطمانات صغيره عشان اطلع كده لقد الطلب. بسم الله. وبرضه هقول لكم على طريقه حلوه قوي لو انت مثلا عايزه تحطها في برطمانات صغيره زي دي كده. هقول لك ازاي تقدري تعقميها وتخليها كده زي الجاهزه بالظبط وتقعد عندك فتره. فنخلص بس كده ان شاء الله كده تعبئه البرطمانات ديت. هقول لك على الطريقه ان شاء الله. يعني هيكون البرطمان ناشف ومتعقم حلو، مفيش فيه اي ميه ولا فيه اي حاجه، وتكون المربى سخنه. ما تعباش وهي برد، ده اهم حاجه تعملي فيها كده. هعبي بقى بقيه البرطمانات كده واخلص ونشوف بقى في الاخر هنعمل ايه. ودي شكل المربى بتاعتنا النهارده بعد ما عبيناها في البرطمانات بالشكل ده. مربى بسم الله ما شاء الله تحفه وجميله، جربوها. اشرب اللوسفندي والبرتقال اللي احنا حطيناه واللوسفندي اللي احنا حطيناه مخلي طعمه حلو قوي. البرتقال اللي احنا حطيناه بالقشره بتاعته البيضه دي ماده البكتين اللي بتحفظ المربى زي اللوسفندي كده، وقشر اللوسفندي برضو ما شاء الله هتطلع طعم حلو قوي. يعني بتاكلي جزر مع برتقال فما شاء الله، وبرضو القرنفل هتلاقيها ريحه حلوه قوي قوي. يعني ان شاء الله لما تجربها هتعجبك. انا بس كنت جايبه كيلو بس عينه كده عشان اوريكم الطريقه. ان احنا اصلا ملناش في المربى ان احنا ناكل سكريات قوي، فجبت بس كيلو بس كده عشان اقول لكم الطريقه ازاي. فيا رب تعجبكم بقى الطريقه وتجربوها. فانا عايزه اقول لكم برضو على حاجه تانية. لو انت بقى هتعبي في برطمانات صغيره زي دي كده وعايزه تحتفظي بقى بره التلاجة بقى وخايفه تبوظ، انا هقول لك على طريقه حلوه قوي تبستري بقى البرطمانات وتعينها بره التلاجة. بس اهم حاجه بقى البرطمان ما يتفتحش الا وقت الاستعمال ان شاء الله. هنغطي كده البرطمانات دلوقتي. انا حبيت بس اوريكم الشكل، هحط معاكم بس البرطمانات. انا هسيب كده برطمان ليا كده بره وهقفل بقى اللي جامد بقى كده الغطا البرطمانات الصغيره ديت. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده
وتعالوا بقى اقول لكم هتعملوا ايه علشان البرطمان يتبستر والمرة بتاعتنا ما تبصي وتحتفظي بقى بره ايه الثلاجة. يلا مع بعض نشوف هنعمل ايه. كده حطينا ميه على النار. غليت الميه، وصلت كده درجة الغليان، هديت النار وبدأت حطيت البرطمانات زي ما انتم شايفين كده. بس اهم حاجه الميه تبقى فوق بيستوي البرطمانات من فوق عند الغطيان، يعني كده ما ينفعش هنا ميه اهوت. بس انا حبيت اوريكم بس الاول ان لازم الميه تبقى فوق. انا كده هزوده ميه ان شاء الله. تاني بتقعد بقى من 3/4 ساعه لساعه على حسب بقى البرطمانات اللي انت حطاها. اهم حاجه ان انت ما تعليش عليها النار قوي، يدوبك بس نار وسط يدوبك تغلي وتكوني مغطيه، عشان بس لا قدر الله ممكن البرطمان يفرقع ولا حاجه. فممكن بقى تحتفظي بقى بيها ان شاء الله كده بره التلاجة. وقت السماك هتفتحي البرطمان. فالطريقه ديت هي بقى اللي بتديكي تعقيم وبتديكي بقى التكه اللي احنا بنشوفها ديت لما بنشتري برطمان من بره وتيجي تفتحيه يديكي التكه دي. هي دي بقى عمليه البسطره اللي هتعمل كده في البرطمان ان شاء الله. ديت انا مجرباها قبل كده في كذا حاجه ونجحت معايا. فانا برضو حبيت اقول لكم المعلومه ديت عشان لو حبيتوا تعملوا حاجه كتير مثلا وخايفين انها تبوظ، لا اعملوا الطريقه دي ان شاء الله وهتبقى كويسه باذن الله. بس اهم حاجه ان انتوا تتابعوا الطريقه صح، ان الميه تكون كتير. يعني تبصوا كل شويه لو الميه قلت لا تزودوا ميه سخنه تاني، علشان اهم حاجه ان الميه تبقى فوق خالص كده عند الحله من هنا فوق. انا هزودها ميه كمان دلوقتي، ميه سخنه كمان، ودي هتقعد مثلا حوالي 3/4 ساعه لساعه عشان نعمل عمليه التعقيم والبسطره. يا رب بقى لو كانت طريقه المربى بتاعت النهارده والمعلومه اللي انا قلتها لكم دي افادتكم. يا رب بقى ما تنسوناش من دعائكم، ما تنسوش بقى اللايك والشير وتعملوا بقى اشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.